انتهى الموضوع وقال لا في اعلام الانسان موجود، يحتاج في منكم جرائد. الدعوه والرحمه بس، لا يحتاج منكم شيء ثاني. صحيح والله يا ابو هاجر، يا ابو هاجر احنا مقدرين وضعك يا اخوي. احنا دمعتك غاليه علينا يا ابو هاجر، واقسم لك بالله يمكن انت ما تعلم ماذا دعا الشعب اليمني لهيثم بعلم الغيب. والله العظيم دعينا له من قلوبنا، وان لو علمنا بالقضيه هذا من وقت صدورها لما جيشناها جيوش على النيابه العامه في المهر. خلي الدعاء على جنب، خلي الدعاء على جنب، خلوه يتكلم يوضح ايش اللي بخاطره، خلوه يتكلم، اعطوه مساحه يتكلم، ولسه ما وضح لنا بعض الامور. يا ابو هاشم تكلم. هيثم اللي يقول ليش ما عملوا الفحص النووي وما ليش كذا، هيثم صار الرجال اعتدى على هيثم، وهيثم كان بدون وعي وما كان يدري بشيء، هيثم كان مريض. وهذيك اليوم تواصل معي شخصيا قال لي انا مريض في المستشفى، وكنا نتصل به ما يرد علينا الا بعدها بيوم ونص رد علينا، قال انا كنت فاقد الوعي، كنت تعبان مره. حلو كمل. لما الرجال قالوا جاء عندنا قال اشياء اخطب اختك، قلنا له على عيدنا وراسنا. تفضل يا ابو هاجر قل لا اله الا الله خليه يكمل، لا حد يقاطع. بخليه يكمل يا ابو سلطان. شوف يا ابو هاجر، اذكر الله وهدي من نفسك واعطينا القصه بالكامل من طقطق. السلام عليكم، ولا في احد بيقاطعك، واللي يقاطعه ينزليه على طول. يا ابو هاجر قبلها نحن نشتي نعرف القضيه، مش علشان نشهر او كذا، نحن نشتي نوقف الظلم اللي صار بهيثم. اذا كان ما قدرنا على هذا الشيء وهو عايش، اقل شيء نسترد حقه بعد ما توفى، وهذا مو عيب. اعطيك كلمه يا اختي الله يسعدك. هيثم في ساحه القصاص قالها كلمه واحده، قالها امام الملأ، قال انا خصيبكم يوم القيامه. نعم. بعد يشتمل احد حاجه غير الدعاء، ادعوا له بس. الان هو خصماء امام رب العباد، الان هو انتقل الى رحمه الله، هو امام الله الان خصماءه بيتخاصم امام الله عز وجل. يا ابو هاجر، انا بسالك سؤال واحد، وين تم القصاص في هيثم؟ في المهره. يجب علينا ان نوقف الى جانب هيثم وناخذ حقه حتى وهو ميت. فالقضاء في المهره فاسد، والتحقيقات التي اجريت فساد. يجب على القضاء والنيابه العامه والادله الجنائيه ان تحضر كل الملفات، وان رمى الجوال في غبايب البحر. القانون الدولي يوضح لك بان رمى الجوال. يا اخي ما اعطيتهم فرصه يتكلم الرجال، كل ما يتكلم تفضل خلوه يتكلم، لا تنظرون. هيثم مسافر الى المهره عشان يشتغل. حلو. وكان صغير في السن في هذيك الفتره. ممتاز. تعرف الى هذا اسمه محمد من يشتغل في البلديه في عمان، في نسيت اسم المنطقه بالضبط، كان مسؤول في البلديه. حلو. اشتغل معه. بعد ما صار اللي حكيت لكم اياه، قلت لكم انه مرض، وتواصل معنا بعدها بيوم ونص، قال انا كنت في حاله، ما كنت فاقد الوعي، ما كنت اشعر بشيء. بعدها بفتره، ما هو في نفس الوقت، بعدها بفتره طويله قال انا اشتي اخطب اختك يا هيثم. وتواصل مع اهل اخته وقالوا لا على عيننا وراسنا، تعال تقدم للبيت من الباب عيوننا. ولما تقدم وخطب رسمي، ولما جاء يوم العقد قال انا بعقد من الخارجيه اليمنيه فقط بوثق العقد. قالوا له من الخارجيه العمانيه، رفض، فقاموا بفسخ الخطوبه. بعدها بفتره يراسل هيثم، وانا سمعت الاتصال شخصيا يوم ما اتصل به، وقال له يا هيثم ان ما تجيب اختك للمهره بفضحك برسل فيديوهاتك. وهيثم كان يقول له ايش بالفيديوهات؟ قال له انا سويت بك وعملت بك وعملت بك وعملت بك. طيب اسمح لي. فلما اخوه الكبير سمع هذا الكلام قال له خلاص اختي بجيبها لك للمهره. سافر هو اخوه للمهره، كان باتفاق بينهم انهم ما يقتلوه، كانوا يشتوا يضربوه ويأدبوه ويشلوا جوالاته. هذه كانت نيتهم. لما وصلوا هناك تفاجئوا ان الرجال قاومهم، ولا درجه ان الرجال طعن اخو هيثم. بعدين صار اللي صار وقتله.
يا ابو هاجر اسمحوا لي بس اوجه له سؤال. لما طعن اخو هاجر، ابو هاجر صار في شيء؟ اخو هاجر اخو هيثم تعور في يده خفيف. طيب اخو هيثم تعور في يده، وبعدين كيف كانت المشكله مع العماني؟ قتل العماني وشل هيثم، شل الجوالات. الولد مش بوعيه، ولا كانوا اصلا لو كانوا مخططين انهم يعملوا هذا الشيء ما كانوا بيرجموا بالجوالات، ما كان بيطرح السكين في موقع الجريمه، ما كان. اسمح لي خطوه 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 الله يخليك. يعني العماني قتلوه صح؟ بعدين ايوه، هيثم قام سحب السكين فقط. طيب كان اخوه قال له خلاص خلينا نهرب خلينا نهرب، قاموا وشلوا الجوالات. هيثم اخذ الجوالات من خوفه ذيك الساعه، كسر الجوالات ورماها على البحر. هذا الكلام صار في محيفيف في ساحل المهره، في كورنيش المهره. ممتاز. بعد اذنكم بس سؤال واحد دقيقه، بعد اذنكم سؤال واحد لابو هاجر. ابو هاجر انت تقول انه ايه، انه هذا هيثم الله يرحمه ويغفر له كان مثل اخوك واكثر من اخ، تمام؟ اخوه اللي قتل صح ولا لا؟ اخوه اللي قتل وليس هو، صح؟ اخي حبيبي اسمعني بس، جاوبني عن السؤال اللي بسالك اياه بس. لو كان اللي قرا لاخوك الصغير انت ايش بتسوي؟ يا ابو هاجر اذكر الله لا اله الا الله. الرجال راح رحمه رب، تمام؟ انا الحين بس من باب توضيح لي وللجميع، تمام؟ انت تقول ان هيثم مثل اخوك واكثر من اخوك، تمام؟ وشخص يعز عليك، وانت عارف انه اللي قتل مش هو. ليش ما حضرتوا اخوه للمحكمه؟ هذا القاتل وهذه اثباتات وروح. تعرف شيء؟ تفضل غالي. تعرف شيء؟ واذا كنا حضرنا اخوه كانوا بيعدمهم الاثنين. الاثنين؟ اي لو تتابع مشتركين في الجريمه. اخو هيثم تواصل معاهم في 2018 بعد القضيه. أيوه؟ بشهر قال لهم انا بسلم نفسي تفكوا لاخوي، قالوا نشي يعدموا الاثنين. طيب ما وكلتوا محامين؟ ما في محامين موجودين؟ الا توكل محامين ما في فائده. طيب هل كان في الموضوع رشوه؟ لا هو غير صحيح، هو غير صحيح. اذا حضر اخوه واعترف، دقيقه خلينا نوضح النقاط. اذا حضر بالضبط ايوه، هذا العقل والمنطق يقوله. سيقتل اخوه، هو هيثم ما له دخل، عشان نكون نحن واقعيين واكثر مصداقيه. لا لما بيكونوا اثنين موجودين، حتى لو مسكوا وذا قتلوا بيكون القصاص على الاثنين. مالك الجريمه بفهمك حاجه اخي صحيح ابو حداد، ان القصاص على واحد. الحكم بالإعدام خرج في شهر 12 2018 للشخصين. نعم الجريمة ركبت من قبل شخصين، فحكم الإعدام يتم في الاثنين في حال تسليمهم. يعني لكن أنا أقول لكم إياه أخوه الثاني غيابيا بالإعدام ولا لا؟ أيوه. طيب أنا أقول لكم إياه. عندي سؤال واحد، ليش رفضت الحكومة العمانية تسليم الأدلة اللي هي الشرائح، استرجاع الشرائح؟ ليش رفضت؟ ليش قامت حكومة الإعدام؟ هذه النقطة المهمة. مفروض على الخارجية اليمنية الآن يجب على الجانب العماني. دقيقة أخواني، يا أخي لا تصدر أحكام، الله يرضى عليك لا تصدر أحكام، خلوه يتكلم. أنت أصبر يا أخي أصبر، إذا أنت ما تفهم شيء خلينا نعطي الجوانب القانونية. يجب احنا مش من محكمة، احنا يا أستاذي يا فكر مستقل. إذا أنت ما تفهم شيء بالقانون نحن نوضح لك شيء جزئيات. القانون على جنب. لا ما هو خلي القانون على جنب يا فكر مستقل. الله يحفظك، اسمع كلمة يا ابو هاجر، والله كل ما قسم بالله توجعنا وندعي الى الله يرحمه ان شاء الله. الله يا رب. هيثم الان في رحمة الله، ما يحتاج للنقاش ولا يطلب منكم النقاش الان. والله ما محتاج منكم الا دعاء. اللي من صدق عزيز عليه يدعي له، ما في داعي للنقاش وكثر الكلام، لأنه والله كلامنا هذا كله ما بيفيد بشعره. يا أبو هاجر لو كان يفيد فاد من 2000.